اليوم الله يطول عمركم، عندي ضيوف غاليين جايين عندي البيت. قاعدة أنظف اليوم. مساء الخير أول شيء عليكم جميعا، وأبي أشوف ردة فعل اللي بيجوني يقولوا لي الله ريحة البيت تجنن كالعادة. قدرت أني أرش البيت اليوم ب2 رشوش، لامور ولافيو. راح أستخدم اليوم في البيت كله لامور ولافيو. طبعا اخترت أني أعطر البيت اليوم بلامور، لأن لامور باودر ومسك. تعرفون أنتوا الباودر. أرتب وأحط الورد عشان الورد اللي بيجيني اليوم. ريحة الباودر نفس الريحة الناتشرال اللي تحبون تشمونها دايم. والمسك، أنا بالنسبة لي المسك رقم 1. والمسك الواحد لما يدخل ويشمه يشم ريحة خنينة في البيت. في الله ريحة البيت تجنن، يعني معناته في حد، يعني حتى الجسمي المسك رقم 1. عشان كذي اليوم قلت راح أختار لامور ولافيو وأعطر فيهم بيتنا. طبعا الحين أحضر البيت قبل ما يوصلون ضيوفي. تم الريحة فريش، مع أن هي الريحة تم قسما بالله ما في مثل روايحنا نحن العربية، وخصوصا لما أكون أنا اللي أعشق العطور وأنا أصنع هذه العطور. يعني أنا أختار، مش مثلا من أي مكان أختار عطر وخلاص، غير لما تكون الخلطة بمزاج. طبعا بوريكم، أنا وريتكم مرة كيف أنا أعطر ملابسي، ترى حتى دواليبي أعطرهم. بعدين هذا ترى مش بس رشوش، هذا لايت فريغرنس، يعني عطر يعني تعطرون بأنتو. يعني أجهز البيت بالورد، بالشوكليت، بالروايح الطيبة. ديتهم بناتي يسبحون. عطرت حتى البيت بشكل عام. طبعا تلاحظون بيتي أنا كله عطور، كل البيت عطور، كل البيت. ترى لا غبت ماضي. اليوم حبيت أشارككم في لامور. راح أقول لكم إن لامور ولافيو أول مرة عليهم داخلين في سمر. طبعا أنا لما أسوي رشوش ولا أسوي عطر ولا أسوي أي شيء، يعني بشكل عام لازم شو أسوي؟ يعني عندي مرحبا برجع أكمل لكم. سيل في بوتيكات من كل قلبي. هذا العطر سويته من كل قلبي. أنا ترى على فكرة بقول لكم بعد التليفون بقول لكم شيء، أنا وايد بكي في كل شيء، وايد بكي. يعني أنا مش من الناس اللي أي شيء يعجبني. شوفوا، يعني أنا ذوقي تعرفونه أنتوا رفيع شوي، رفيع يعني مو بشوي شويتين مثلكم، يعني مثل متابعيني. دايما أقول متابعيني يشبهوني. يعني كل متابعيني من الرويال فاميلي، رويالتي، من الناس اللي يحبوني، من الناس اللي يموتون فيا، من الناس اللي يدعموني. فعشان كذي ما أحب أسوي أي شيء عادي، لازم أسوي شيء فخم مثل جمهوري الفخم. طبعا هذا لافيو. الحين بقوم بعطر فيه منطقة ثانية عشان تكون كل منطقة فيها ريحة مختلفة. يلا، المحبة أرض والفرقة أراضي، والزمن كله ترى لا غبت ماضي. والله إني ما أشوف إلا عيوني ما يدخلون بلافيو.
قبل ما يوصلون ضيوفي. هذه منطقتي الحلوة اللي أنا رحلت اليوم أو طول مراضي. يلا نروح نعطر المنطقة الثانية اللي هي منطقة جلستي قبل